بس وقف بقى هنا. هو ده بقى لنا 5 دقايق عمالين ندور علشان يبان وش الولد ده. لا مش ده ولا دي. طب مين بقى الولد ده؟ ده يا سيدي من وجهة نظري أصغر رجل أعمال في مصر. كنت قاعد أنا ومراتي آية في ممشى دهب بنتناقش بكل هدوء، دخل علينا الأستاذ المبجل محمد، ودي ما كانتش أول مرة نقابله، إحنا كنا قابلناه قبل كده. كنا واقفين بنتفرج على محل وأنا رجعت خطوة بظهري كده فخبطت في طفل، فلفيت علشان أعتذر له، لقيته هو اللي بيعتذر لي، ومن أدبه وتربيته لفت نظري جدا. سألته أنت اسمك إيه؟ قال لي اسمي محمد. قلت له عندك كام سنة؟ قال لي 8 سنين. قلت له بتعمل إيه هنا يا محمد؟ قال لي ببيع حظاظات وسلاسل. وبصراحة عجبنا إن هو طفل ومجتهد، بس صعب عليا جدا إن هو طفل في السن ده بيشتغل. فسألنا ايه اكتر حاجه بتتباع معاك؟ فشاور لنا على حظاظه. قلنا له ايه اكتر حاجه ما بتتباعش معاك؟ فشاور لنا على حظاظه تانية. فقلنا له خلاص احنا هنشتري منك الاثنين، واحده من دي وواحده من دي. بس الحكايه ما خلصتش هنا. تاني يوم واحنا بنتمشى في ممشى دهب لقيت حد جاي يجري عليا وخبطني في رجلي. قلت له ايه ده؟ ازيك يا محمد؟ بصراحه محمد بشوش جدا، اول ما تشوفه لازم تحبه ويدخل قلبك على طول. تاني يوم كنا بناكل في مطعم، وبعد ما خلصنا اكل لقيت محمد داخل علينا وسلم علينا، وبعد كده لقيته بيلم الاطباق. قلت له انت بتعمل ايه يا محمد؟ قال ما انا بشتغل هنا بعد ما بلف بالحظاظات والسلاسل باجي هنا في المطعم علشان اتعلم كمان الشغلانه دي. وهنا محمد عيلي في نظرنا اكتر واكتر، بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو محمد بيعمل كل ده ليه. رابع يوم شفنا محمد وهو قاعد مع مامته، وآية اتكلمت مع مامته وعرفت الحكايه كلها. محمد واهله اصلا مش من دهب، باباه جه دهب علشان يشتغل فيها سواق على العربيه، ومامته اصلا محفظه قران في بلدهم، بس هنا في دهب هي بتعمل الحظاظات والسلاسل دي هاند ميد وتبيعها. وكانت في الاول بتفرش قدام المحلات، بس كانت المحلات بتمشيها دايما عشان ما تفرش قدامهم. فالسنه اللي فاتت ومحمد كان عنده بس 7 سنين، قال لها طب ايه رايك يا ماما لو انا الف بيهم وابيعهم؟ تخيل طفل عنده 7 سنين بس وشاف المشكله قصاده، وبدل ما يستسلم قصادها لا فكر في حل. ومن ساعتها بقاله سنه كل يوم يلف يبيع حظاظات وسلاسل، وبعد كده يروح المطعم علشان يتعلم هناك شغلانه تانية. وعشان كده انا شايف ان محمد برغم ان هو صغير في السن الا ان دماغه وتفكيره دي دماغ رجل اعمال صدقوني. وانا متاكد ان بعد كام سنه لما محمد يكبر اكيد هنشوفه في شارك تانك مثلا او برنامج الفرصه مع لميس الحديدي، وهو عمال بيحكي عن شركته ومشروعه وهيبقى مليونير كمان. بس انا مش بحكي لكم حكايه محمد علشان نقول يا حرام، بالعكس انا بحكيها لك علشان يمكن انا وانت نبقى سبب في رزقه. تخيل شير بسيط منك للفيديو ده هيخلي اي حد رايح دهب شاف الفيديو هيعرف محمد هيدور عليه ويشتري منه، يبقى احنا كده بقينا سبب في رزقه. طب اللي عاوز يقابل محمد في دهب هيلاقيه فين؟ مش انا اللي هقول لك، هخلي محمد بنفسه هو اللي يقول لك. بس يعني يا جماعه لو تعالوا دهب هتلاقوني في الحته الفلانيه قدام افريداي. لا في الممشى. يلا قول بقى بصوت عالي. انا بمشي من اول المحلاوي لحد شمس، فندق شمس. انا بخليني ماشي كل يوم هنا. باي.